وجهي. اسمي أمينة، عمري 33 سنة، من تونس. بعد طلاقي من زوجي مراد بسبب خياناته المتكررة لم يتقبل الأمر وهددني بالقتل إذا انفصلنا، ورغم تهديداته اتخذت قراري بالانفصال وبدأ يخطط للانتقام. في أحد الأيام عند الساعة 4 مساء خطف مراد إحدى بناتي واستدرجني إلى بيتنا القديم. هناك انهال علي وعلى ابنتي ضربا مبرحا، قيدني ثم أمسك بسكين وقال ببرود: وجهي آخر وجه سترينه، قبل أن يبدأ باقتلاع عيني واحدة تلو الأخرى. كان الألم يفوق الوصف، ولم أشعر بعدها إلا بالظلام يغمرني حين أغمي علي. ألقت الشرطة القبض عليه وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، لكنه قضى منها 3 سنوات فقط وخرج. أما أنا فخسرت عيني للأبد، وتركت هذه الحادثة جرحا لا يندمل في حياتي. أخرج عيني وشوه وجهي، لكنه لم يتمكن من سلب روحي أو إرادتي. تم عرض هذه القصة في برنامج حقائق الأربعة.